لكل بنت وشاب بيحبوا بعض ونفسهم يتجوزوا. دي نصيحة هتساعدكم في زواجكم ان شاء الله. انت عارفة ليه ربنا مش بيريد انك تدخلي في علاقة مع شاب قبل الزواج؟ علشان شوية حاجات. اول حاجة علشان المقارنة. دلوقتي انت اتعرفت على شاب وحبتيه وفي الاخر ما حصلش نصيب واتجوزتي واحد تاني، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل مقارنة. هتقعدي تقولي ان الشاب اللي كنت بتحبيه كان طيب قوي وكان حنين عليا وكان جدع، بس اللي انا اتجوزته ده مش طيب وبخيل ومش حنين، فمش هتحبي زوجك لانك كل تفكيرك في الشاب اللي انت كنت بتحبيه الاول. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى محرم العلاقة علشان خاطر موضوع المقارنة ده. تاني حاجة علشان قلبك ما يتعلقش بحد اكتر من ربنا. ما هو لما البنت بتدخل في علاقة مع شاب قبل الزواج بتتعلق بيه، والشاب نفس الحكاية بيتعلق بالبنت دي، فالتعلق ده ربنا مش بيحبه لانك اتعلقت بيه اكتر من ربنا. واوعى تقولي انا مش متعلقة بالشاب ده اكتر من ربنا. انت لو فعلا مش متعلقة بيه اكتر من ربنا كنت سبت العلاقة دي، لانها علاقة اصلا ربنا محرمها ومش راضي بيها. يبقى ازاي متعلقة بربنا اكتر منه؟ علشان كده ربنا مش بيريد انك تدخلي في علاقة مع شاب قبل الزواج لان قلبك هيتعلق بالشاب ده. تالت حاجة انت بتخوني ربنا وبتخوني اهلك. واوعى تقولي ان اهلي عارفين. لو اهلك عارفين ده هتبقى مصيبة اكبر، لانهم محافظوش على الامانة اللي ربنا اداها لهم اللي هو انت. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى محرم العلاقة دي، علشان انت كده بتخوني ربنا وبتخوني اهلك. وقال الله تعالى ان الله لا يحب الخائنين. رابع حاجة العلاقة في الاغلب بتنتهي بفشل، واحنا سمعنا قصص كتير. حوالي 90% من العلاقات دي ما انتهتش بزواج، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ كسرة قلب. ربنا لا يريد كسرة القلب دي، ربنا يريد ان يحافظ على قلبك لزوجك. ده الشباب قلوبها بتتكسر، فما بالك بالبنات اللي هي اصلا قلبها ضعيف. عرفت ليه ربنا مش بيريد انك تدخلي في علاقة قبل الزواج؟ لو انت دخلت في علاقة مع شاب ما قلتش انك تسيبيه، ولكن قولي له كلمتين بسيط جدا. قولي له ان احنا نتقي الله ونبعد عن بعض، واول لما تكون جاهز تعالى تقدم لي، انا مستنياك والباب مفتوح واهلي مستنيينك. لو عملت كده ربنا هيبارك لكم وان شاء الله هيكون زوجك. هسألك سؤال وفكري بعقلك، تصبروا سنة ولا سنتين وتقعدوا سعداء طول عمركم، ولا تعيشوا فرحانين سنة ولا سنتين وتتحرموا من بعض طول العمر؟ ايهما افضل؟ اصبروا بس سنة ولا سنتين لغاية اما يجهز ويجي يتقدم لك، والبركة كلها هتيجي في حياتكم بعد كده، ورضا ربنا هيبقى عليكم لانكم اتقيتوا ربنا سبحانه وتعالى. مفيش حد بيتقي الله الا وبيجعل له مخرجا ويجعل له من امره يسرا. صدقيني لو بعدتوا عن بعض واتقيتوا ربنا هيكرمكم وهتتجوزوا. اخر حاجة امسكي نفسك وما تضعفيش، وانت كمان امسك نفسك. ده المفروض انت اللي تكلمها وتقول لها احنا عاوزين نتقي ربنا علشان ربنا يجمعنا على خير. في ناس كتير صبروا واتقوا ربنا واتجوزوا وعايشين مع بعض في سعادة لانهم صبروا عن الحرام، فربنا متعهم بالحلال.